انا بعرف واحده يعني كانت هي دي كمان شنو خطفت راجل صاحبتها يعني زوجها عديل مش كان عايز يخطبها. ودي انا اعتقد دي واحده من مليون احنا بنسمعها مثلا في الجروبات حقت البنات. بيكون صعب عليك انك تتخطي حاجه زي دي خاصه لما تكون صداقه يعني هسه مثلا بدي مسكينه يعني انا حاسه بها انه حتستصعب انها تاني تثق في اي انسان تاني. بالضبط كده. واحنا بنلاحظ كميه من البنات حسي بيشوفوا في الجروبات يقول لك انا ما بثق في صاحبتي من كلمه انا ما عارفه هم بيقعوا في صحبات بالشكل ده عاملين بالشكل ده كيف اصلا يعني. في كثير انا لاحظتها كثير جدا. قلت الحمد لله انا محظوظين. طيب القصص كثيره، الموضوع ده طويل ومستحيل نخلص، لكن انا عايزه اسالك انت يا لوليتا لانه انت مريتي بموقف زي دي، يعني انت خشيتي كان في علاقه كنت متزوجه يعني وانفصلتي، فانا عايزاكي تقول لي كيف قدرتي تتخطي الموضوع ده. انت عارفه السؤال ده انا بسأل لي دائما في اي مكان بالذات البنات في السوشيال ميديا بيقولوا لي كيف قدرتي تتخطي. انا بحس انه عشان انت تقدري تتخطي اي علاقه لازم اول حاجه تعيشي الالم بكله، الوجع ده بكله، عرفتي؟ تدي وقته، ازعلي، اكتئبي، اكلي شوكولاتات، خلي وشك يجي حبوب، اسمني، المهم ازعلي، اخدي وقتك تماما، ما تنكري الالم تقولي يعني انا خلاص الموضوع ده ما فارق معي كثير، لا حيفرق معك طبعا، لازم تبدا اي حاجه وقتها. الزعل عموما بيبدا كبير وشويه شويه هو بيقل، حتلقي روحك انه مع الوقت انت نسيت الموضوع ده.